صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على عيد ان شاء الله، هيكون عيد مبارك عليكم بإذن الله، وربنا يجعله يا رب عيد مبروك علينا وعليكم وعلى أمة محمد. هنعمل النهاردة أبسط حاجة، صنف فراخ مكعبات بالصوص بلبن جوز الهند. هيبقى حلو قوي ان شاء الله. عندي نص كيلو صدور مقطعة مكعبات، صدرين، هما ما بيزيدوش عن النص، هو صدرين اهو مقطعة مكعبات اهي. هحط له حبة جنزبيل، ولو في جنزبيل فريش تبشري حبة، مفيش اهو البودر بيعمل ايه لازم معاه، مع حبة ملح صغيرين كده، مع معلقة مستردة، واقلبهم كويس، واحط شويه فلفل اسود كده. انا غسلت الفراخ كويس وحطيت عليها ليمون وصفيتها والموال ده كله اللي احنا عارفينه. وقمنا عاملين بقى ايه، وقمت اديني بملحها اهو شويه، تخليها بتاع ربع ساعه كده قبل ما تشتغلي فيها. احط الفلفل الاسود اهو معلقه صغيره كده، وهزود بس ممكن مستردة شويه، ان المستردة بتديها طعم. اي نوع مستردة عندك شغال يعني، مش هتقف على النوع دي بالذات، بس النوع ده حلو بصراحة. احنا بندوخه قبل ما بنجيبه يعني وبيتلاقى. او انت عندك مستردة عادية شغالة بيها عادي، نشتغل بيها ما نقفش. دلوقتي هجيب حتة زبدة سخنتها، هجيب حتة زبدة اهي اسيحها، يعني مش هسيحها قوي عشان ما تتحرقش يعني. ها، عندي الزبدة اهي، انا مش عايزه احرق الزبده. هضيف عليها الفراخ معاها، هي مش هتنزل ميه كتير لان انا مصفياها من الميه اهي كده. هتتشال مع خالص، ونقوم مدينها لبن جوز الهند او لبن حليب، او اي لبن حليب قصاد كوبايه ميه. مع هعمل الصوص قدامك اهي. بحمرها اللي بصي ما فكتش ميه ازاي، ما فكتش اي سوائل فيها ازاي، لان انا مصفياها. هضيف لك معلقه دقيق او معلقه نشا مع كوبايه الا ربع ميه. كوبايه الا ربع ميه هزودهم، او نص كوبايه ميه حسب ما انت عايزه تزودي الكميه اللي انت عايزاها. احنا بنعمل كده عشان تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله قوي. وادي ربنا الدقيق مع شويه الميه بتاعها، شويه فلفل اسود صغيره. الاكل كله بدون ماجي. كوبايه الا ربع اهي لبن جوز الهند، هو هيطعم لك بدل اي ماجي، ان هو طعمه حلو. والحاجات دي البان طبيعيه مش هتضر ولادك. وهنرجع تاني ادي كده عملنا الصوص، وادي بنحمر الفراخ اهي، سهله وبسيطه ومش هتاخد من ايدك ربع ساعه. وعامله بقى شويه رز بالمستكه روعه روعه. هتحط جنبيها شويه الرز الابيض وشكرا. واحلى عشاء تعمليه بسرعه، واحلى غدا تعمليه بسرعه في اي عيد.
نضيف على الصوص معلقة مستردة صغيرة، ممكن نضيف لها برضو معلقة مستردة مخففة. يعني اللي عايز المستردة دي رغم المستردة دي، ده اللي عايز، ده مش عايز، هتبقى جميلة وبالهنا والشفا. ادينا حمرناها اهو قدامكم. خلصناها اهي، خدت لون حلو ذهبي كده. هنضيف عليها اللبن مع الميه مع شويه الفلفل الاسود مع معلقه الدقيق عشان اخد منها صوص. وهتاكلي احلى صوص مع رز ابيض، هيبقى جميل قوي. بالهنا والشفا. بصي جميله جدا وطعمها تحفه. عايزه تخففي الصوص خففيه، بس هي كده حلوه قوي، جميله. بالهنا والشفا، والله ما محتاجه اي حاجه ولا الهوا. بالهنا والشفا.